سكوتر كيوي اكس ادفنتشر، مواصفاته، سعره، امكانياته، الفئة السعرية بتاعته. طب هل هو اختيار امثل في الفئة ديت ولا لا؟ تعالى مع بعض النهارده نتفحص هذا السكوتر وش هذا الشيء الجميل، ونقول سعره، مواصفاته، كل شيء عنه بالتفصيل. تابع معايا الفيديو. ورجعنا تاني مع سكوتر اكس ادفنتشر من شركة كيوي. اكس ادفنتشر من شركة كيوي تصميم وديزاين ايطالي ولكن صناعة صينية، وبينزل مصر تحت مسمى شركة حوا لوسائل النقل الخفيف. السكوتر بيتميز بمحرك رباعي الاشواط، سنجل سلندر، بستم واحد، ضغط عالي او كبس عالي، فبنزين 92 ده افضل حاجة ليه. اتنين صباب، تبريد هواء، يعني مفيش وسائل تبريد تانية غير الهواء، مش ميه، مش زيت، مش سربنتينة، الكلام ده كله. 200 سي سي هيديك سرعه وعزم كويس جدا لو انت محتاج تشتغل بيه او محتاج تسافر بيه مسافات طويله. بيخرج من 12 ل 13 حصان عند ار بي ام 8 ل 8 ونص. نظام التشغيل فيه مارش، وطبعا ده لسهوله الاستخدام، ولكن لو خدت بالك مش هتلاقي كونتاك اصلا في الجادون. يعني ايه؟ يعني كمان في اوبشن جميل جدا اللي هو البصمه. يعني انا ما عنديش كونتاك، ما معيش مفتاح، وده وسيله امان كويسه جدا. طيب انا وصلت البصمه بتاعتي والكهرباء اشتغلت، يبقى انا هبدا ادوس على زرار المارش هيشتغل. طب لو حصل عندي عطل كهربي او ميكانيكي في المارش، بطاريه نامت، وده وارد في الشتاء كتير، سلك ملح، المارش عطل، الشربون، الكلام ده، بيبدا عندي حاجه اسمها مرحله ميكانيكيه وهي المنافله. وطبعا ده اوبشن كويس جدا ان انت تلاقي مارش ومنافله في السكوتر او الاله بتاعتك. تمام. طبعا نازل بصمه، ده اوبشن كويس. نازل نظام حقن الوقود فيه كربراتير مش انجكشن. وطبعا انا بفضل الموضوع ده في الاسكوترات الشعبي والفئه المتوسطه لسهوله كمان نظام التشغيل الاستخدام الموتور وسهوله مارش الصيانه كهربائي. يعني ايه؟ واتباع الصيانه يعني الدوريه بعد اولا كده. انا ما ان عنديش اي حد كونتاكت ممكن ولكن عندي ينظفه لك، بصمه. يظبطه لك، تمام، يشيل لك ودي برضو الفلتر، من يشيل لك ضمن الاوبشنات الكربراتير، الزياده او يعطل منك في اي الامكانيات مكان. المحترمه لان اللي طبعا فيه، ده حاجات ان هو شغل. نظام التشغيل فيه غير لما بصمه، يكون مفيش الفئه كونتاك، العاليه، مفيش الفئه مفتاح. العاليه ده نظام لو امان حلو قلنا قوي. انجكشن هنقول مفيش طيب فيها انا مشكله فتحت خالص. الكونتاك ليه؟ لان معروف ان اللي الفئه هي العاليه البصمه ديت مع وقربت منه، ناس مش ادوس على شغاله المارش بيها، هي الموتور شغاله يشتغل. توصيلات طب بس، ما ده فلما في اي يعطل ممكن مكان، يسيبه بس انا عندي في كمان التوكيل يومين 3 منافله في 4، او الموتور. يسيبه عند الميكانيكي اللي فاهم له يومين 3 4 عادي، مش فارقه معاه. لكن الشغل ده مستحيل يتخلى عنه يومين 3، لا ده انا محتاجه عشان اشتغل بيه، فاليوم هيفرق معايا. تمام، ده الفرق. يعني ده مش عيب فيه او مش ميزه في التاني، خصوصا في الفئه دي. طبعا نازل باتنين مساعد امامي مقلوب. يعني ايه؟ لو خدت بالك من المساعد الامامي واحنا بنصوره هتلاقي المساعد الشوكه بتاعته لفوق او الركبه بتاعته مقلوبه لفوق، وده هيديك ثبات على الطريق مع السرعات جميل جدا، واتزان وثبات وعدم رعشه في الجدون زي ما حضرتك شايف بالظبط. كمان نازل لك باتنين مساعد خلفي غاز، طبعا ده عشان لامتصاص الصدمات افضل والراحه في الركوب افضل، ولو هتراكب حد وراك هيبقى احسن طبعا عشان الحموله والكلام ده. طيب هو اصلا الحموله بتاعته قد ايه؟ الحموله القصوى بتاعته 150 كيلو، يعني فردين، السواق وحد وراه. طبعا معاك شبكه خلفيه ممكن تحط عليها صندوق وتشتغل بيها دليفري اوبر الكلام ده. طب انت زمان كنت بتقول السكوتر مش بتاع شغل، وحتى الان. ولكن طبعا في فئه كبيره جدا يعني وصلتني من خلال الرسائل او قعدت معايا في الورشه ان هو مش متعود على الغيارات وما بيحبش الموتوسيكلات، فهو عايز حاجه يزود بس. عشان كده عملت سلسله كامله على السكوترات. وطبعا جبت السكوتر، اول حاجه بدانا بالتي في اس اللي هو الاكس ال 100 سي سي، وبعد كده جبنا اللي قدامنا اللي هو ال 200 سي سي بتاع كيوي اكس ادفنشر. تمام كده، وان شاء الله هنخش في السلسله كامله باذن الله. باي سكوتر يجي قدامنا هجيب لك مميزاته وسعره وكل حاجه عنه. طيب الاضاءه بتاعته كامله ال اي دي، وطبعا دي ميزه ان انت هتاخده لا هتعدل ولا هتصرف ولا اي حاجه، مفيش حاجه اسمها تغيير لمبه، مش الكلام ده. اشاراتك فانوس ورا، امامي، خلفي، كل حاجه ال اي دي. عداد ديجيتال كامل موضح عليه كل شيء في السكوتر، سواء السرعه، الار بي ام، مستوى البنزين، الغيارات، مفيش غيارات اصلا، السرعه بتاعتك، كل حاجه تمام. نازل فرامل باكم امامي وخلفي، وكمان فرامل سي بي اس. طب يعني ايه سي بي اس؟ عشان الناس بقى اوضح المعلومه كامله. سي بي اس يعني نظام فرامل مزدوج، يعني ان انا لما امسك فرمله بيمسك ورا 70 وقدام 30% تقريبا، او 75 و25. فطبعا ده نظام كويس ان انت ايه، السكوتر بتاعك ما يزحلقش لما تمسك فرامل ورا بس او تمسك قدام بس، لا الاتنين بيقوموا مكلبشين في نفس الوقت. طبعا عندك وصلتين يو اس بي، وصلتين شحن كويس جدا. عندك سكرينه كمان متحركه امامي لها 3 مستويات،
فده برضو اوبشن كويس جدا. عندك كتل كهرباء مضيئه، في اضاءه في الجدون، ده برضو طبعا الحاجات دي مش تخصصي. يعني انا اقول لك الاسكرينه والتفييم والفبر والكلام ده، انا مش من هواة ان انا اتكلم عن المنظره. انا كميكانيكي ليا دعوه، اهم حاجه عندي شاسيه كويس، موتور كويس، امكانيات السكوتر تكون كويسه. ليه؟ عشان اطمنك وانت شغال بيه، وموضوع قطع الغيار ده مهمتي انا. لكن في ناس بتحب تقول لي طب لو سمحت الفبر بتاعه اخباره ايه؟ طب معلش الشلته عرض الشلته، لا هقول لك هنا عرض الشلته، بل الحجم نفسه بتاع الشلته كويسه جدا، فيديك راحه في الركوب. تمام. والمسافه بين الشلته وبين الجدون كويسه، فهتبقى مريح للسواق ولو حد هيركب وراه. تمام كده. تمام. طيب كمان عندي دوستين خلفيتين وغير مكان السائق نفسه، فالسكوتر حتى صوت الموتور ناعم، الشكمان، فالسكوتر ككتله كده متكامله ممتاز جدا. طيب سعر السكوتر ده على مواصفاته دي، طبعا نازل كاوتش امامي وخلفي تيوبلس، الفرامل، كل حاجه ما شاء الله. طيب لو قلنا سعره بالمواصفات دي يعمل كام؟ عامل 86,000 جنيه مع اختلاف 1000 أو 2000 فوق وتحت حسب المعرض وحسب المكان اللي هتشتري منه. تمام؟ طيب في الفئة السعرية دي هل تنصح بيه؟ اقدر اقول لك في الفئة السعرية ديت لو قلنا على كربراتير 200 سي سي، البصمة، المانافيلا والمارش، الامكانيات دي كلها، السي بي اس، الكلام ده، لو جيت تقارن ما بينه ما بين الفئة بتاعته كلها هتلاقيه من افضل الاختيارات قدامك في الفئة دي. تمام. خلاف ان هو بيجي استيراد كامل، مفيش حد بيحط ايده فيه داخل مصر. طيب وطبعا ليه توكيل محترم مع قطع الغيار بتاعته، لان ده مش اول اصدار ليه، فبرضه مش هتقلق من حاجه. في بعض الاسكوترات هتنفع معاك كشغل، ولكن زي ما قلت لحضرتك لازم تعرف تتعامل معاها كويس. يعني ما ينفعش واحد يجي يقول لي يعني ده افضل من الموتوسيكل، يشتغل زي الموتوسيكل. السؤالين دول ما احبهمش لسبب، انا ما زلت عند رايي ان الموتوسيكل بتاع شغل وقوه وعزم وتحمل اكتر. الموتوسيكل راجل، السكوتر ست. يعني ايه؟ وطبعا في ناس لمتني في النقطه دي، والكلام ده هقوله في كل فيديو للسكوتر. ليه؟ لان السكوتر زي ما قلت لك موتور معزول داخل علبه، نظام التبريد مش افضل شيء، نفس الموضوع موتور افقي مش راسي. نظام بص، الخامة نفسها عمرها ما هتوصل للموتوسيكل في القوة، حتى في آلة الجر. يعني هنا آلة الجر اوتوماتيك، مفيش غيارات، سير وكليتشات. لا في الموتوسيكل حديد في حديد، تروس وجنزير. تمام. فهتلاقي فقد الحركة هنا اعلى. يعني ما تخافش لما تلاقي الطلعة بتاعتك على ار بي ام 3.5 و4 و3، لا غير الموتوسيكل خالص. ان الار بي ام اصلا لو وصل 1.5 انت كده اصلا بادئ تسحب بالموتوسيكل. تمام. ده كده كل تفاصيل السكوتر كي واي اكس ادفنشر الجديد. هستنى منك في التعليقات بقى نتناقش في اللي انا قلته لك، المواصفات، ايه اللي ممكن يتعدل فيه، ايه المشاكل، الكلام ده. طبعا في ناس كتير جدا جربته، نتكلم مع بعض وندردش مع بعض. وكتر صلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.